اللي بيوصل مرحله ما يعترضش على حد، يلاقي واحد بيقول سبحاني ما اعظم شاني، ما يلتفتش ليه وما يعترضش عليه وما يسلبوش ولايته. طيب الولي بقى لما يروح في الحقيقه ويغيب عن عالم الحكمه بروحه، لكن جسده لسه عايش مع الناس، بيتنفس وبياكل ويشرب، بس راح كده. وبعدين ايه، في روح ما يرجعش وفي روح ويجي، لما يرجع يسموه في صحوه. ان شاء الله يروح ما يرجع. جات له ياك يروح الصحوه، ما يرجع. صار عبدا لله. ده الدكتور يسري قبل بيتكلم عن الولايه، بيقول لك الولي ده لو قال سبحاني ما اعظم شاني، يعني لو ادعى الالوهيه لا احد يعترض عليه، يعني يقول كلمه الكفر ولا يعترض عليه احد، يدخل في الزندقه ولا يجوز لاحد ان يعترض. امال في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اين النصيحه؟ اين تصويب الاخطاء؟ مفيش حد فوق الشريعه، مفيش حد فوق النصوص يا يوسف. نعم.